طبعا نحن كنساء عربيات بهالفترة الحالية وبهالاندماج اللي صار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، يعني اللي عم يشغل بالنا بهالفترة هاي هو دور المرأة. يعني حكومة دمشق لحد الآن ما عم تعترف بدور المرأة، دور المرأة اللي قامت فيه يعني بهال14 سنة اللي مضت، يعني دور جبار بصراحة. دور المرأة بالإدارة الذاتية يعني عطت حقوق المرأة كل المجالات. اللي عم يشغل بالنا إنه الحكومة المؤقتة لحد هاليوم هاد ما عم تعترف بالحقوق المرأة ولا واجبات المرأة ولا بدور المرأة بشكل عام. وقت الحكومة المؤقتة راح تعترف بدور المرأة، يعني بكل سوريا راح تكون المرأة لها دور جبار. كل سوريا يعني بجميع المجالات راح نشوف سوريا جديدة. طبعا سوريا الجديدة وقت المرأة، يعني المرأة وقت اللي يعترف بحقوقها بصراحة راح تكون ربيع جديد لسوريا. بروجافا يعني من قبل، يعني العادات والتقاليد، يعني قبل ما تكون الإدارة الذاتية موجودة كان يعني في إمحاء وجود للمرأة، يعني ما كان في رأي للمرأة، ما كان في قرار للمرأة، يعني ما كانوا يخلوها تشارك بأي شيء. فبهالمرحلة هاي بهال14 سنة يعني تغير كل شيء، تغير. يعني صار يعني حتى الرجل يعني صار يقدر وجود المرأة وقرار المرأة ورأي المرأة. طبعا وقت بده يصير اعتراف بدور المرأة وحقوق المرأة بجميع أنحاء سوريا، إن كان من جميع المكونات، المكون الدرزي، المكون العلوي أو المكون العربي بشكل عام، يعني وقت راح يتم الاعتراف بدور المرأة يعني راح يكون سوريا مزدهرة جدا وربيع جديد وألوان جديدة، لأنه المرأة هي الحياة. بأنحاء سوريا يعني ما يعرفوا قيمة المرأة بصراحة، يعني ما في اعتراف حقوق المرأة، ما في يعني كيف أنا بدي أخذ، يعني خلي المرأة تأخذ قرار بالمجال مثلا السياسي أو المجال العسكري أو المجال الاجتماعي. يعني بالعكس، يعني المرأة هن بيقولوا نصف المجتمع، بس أنا بقول المجتمع كامل. أنا كامرأة عربية طبعا نطالب الحكومة باعتراف بحقوق المرأة والاعتراف بالمرأة بشكل عام في جميع المجالات طبعا، لأنه المرأة هي الأمل بصراحة. والمفاوضات اللي عم تجري ضمن الإدارة الذاتية والحكومة سوريا المؤقتة، انه ضمن هالاتفاقيات اللي عم تصير ما عم نشوف ضمن البنود مثلا شيء بيخص المرأة نهائيا. فهالشيء هذا بصراحة نحن كمكون عربي عم يشغل بالنا. يعني اليوم الإدارة الذاتية انبنت على ثورة المرأة، اليوم صار لها 14 سنة. الثورة هاي كانت معروفة ثورة روجا أضاب، ثورة المرأة، يعطيها حقها. اليوم قوات يبتشي نحن نعرف أنه حاربت أكبر تنظيم إرهابي، وهي كانت القوة اللي قدرت الدول الثانية اللي ما قدرت توقف هالتنظيم. قوات يبتشي وقفت هالتنظيم وحاربت وحررت مناطق. ليش ما عم يعترف فيها؟ يعني شنو السبب؟ لأنه مرأة مثلا. طيب معناته اليوم إذا ما عم يعترفون بهيش قوة معناته في خوف من المرأة، لأنه يعرفون المرأة إذا بدها تستلم راح تكون عادلة، فهم ما بدهم شيء اسمه ديمقراطية، عدالة، مساواة. فأتوقع هاي أنا بوجهة نظري أنه هالشيء السبب الوحيد اللي ما عم يقبلوا بدور المرأة ضمن المؤسسات، ضمن القوى العسكرية، ضمن المجتمع. صراحة نحن كمكون عربي لما صار لنا حقوق بدنا ندافع عن حقنا، نطالب بحقنا. شفنا انه يعني كثير شغلات تغيرت، خلينا نكون واقعيين.
فهذا الشيء اللي بنيناه على مدار 14 سنة 15 سنة، إذا راح إيش يكون مصيرنا؟ إيش راح نتعرض عليه؟ إيش الأشياء اللي راح نتعرض لها بالأيام اللي جاية يعني. فهذا كثير أكثر شيء يعني كل ما يطلع بند عم نراقب الأحداث أول بأول، بس لسه المصير تبعنا مجهول بصراحة. مفتاح الحرية، المساواة، العدالة موجود بروج آفا. فإذا ما اعترفوا بهالمفتاح يعني الحكومة المؤقتة، المناطق الثانية في سوريا يعني ما راح يلاقون هالمفتاح. إذا اعترفوا بهالمفتاح النساء ضمن المناطق الثانية كمان راح يتحرروا، راح يلاقون العدالة، المساواة. لأنه بصراحة عم نشوف المناطق الثانية ما في عدالة، ما في مساواة، وما في حقوق للمرأة. فروج آفا هي المثال، هي القدوة، هي مفتاح لهالحرية. نطالب الحكومة المؤقتة باعتراف بحقوقنا، اعتراف بقوات اليبجة، اعتراف بالمرأة ضمن المؤسسات، ضمن يعني بشكل عام، مو بس ضمن المؤسسات، يعترفون بالمرأة بشكل عام ضمن الكومينات، ضمن المجالس، ضمن القوات العسكرية، الحياة الاجتماعية. يعني كمان يعترفون بالمرأة، المرأة يصير لها حق فيها الطالب، فيها تدافع عن حقها إذا تعرضت للإساءة، تعرضت للانتهاكات. أطالب طبعا أنه المرأة ضمن روج آفا ومناطق الإدارة الذاتية أنه ما يوقفوا. يعني اليوم نحن تعبنا، بنينا، أسسنا، نظمنا حالنا، أنه حتى إذا ما طالبوا يعني ما أعطونا حقوقنا نحن ما راح نوقف. وهاي لازم يعرفون ويقتنعون بهالشيء. يعني إذا اعترفوا فينا أو ما اعترفوا فينا نحن بدنا نكمل نضالنا، تنظيمنا، رح نضل على قوتنا، رح نضل شوكة بحلق كل واحد حاول يهين أي مرأة سواء عربية أو كردية. المناطق اللي تابعة للحكومة المؤقتة كمان تنظم حالها، الطالب لازم يعترفون بالمرأة، يعني ما عندهم حل ثاني، بدهم يعترفون بالمرأة. نحن اليوم مفتاح لهالحرية، ما رح نوقف، رح نكمل هالمسيرة